مساء الخير عليكم. النهارده هنعمل حلا بارد جميل جدا. الصيف دايما محتاج حاجات ترطب على قلبنا كده وتكون بارده ولذيذه. دي مكونه من 3 طبقات: طبقه جيلي وطبقه كاستر وطبقه كيك. هنحتاج نعمل طبقه كيك بس سمكها ما يكونش مرتفع. السمك بتاعها يكون رفيع شويه. هي مكونه من 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وكوبايه الا ربع من السكر، ونص كوبايه لبن، ونص كوب من الزيت النباتي يكون ملوش اي ريحه، وكيس فانيليا دريم بالبرتقال جميل جدا. دلوقتي معايا كوبايه وربع بالمج الشاي العادي بتاع البيت، كوبايه وربع من الدقيق، ضفت عليهم معلقه كبيره بيكنج باودر. ودلوقتي ده الخليط بتاعنا، بتقدري تضربي فيه لحد ما اللون معاكي يفتح بالشكل ده، ونلف على اتجاه واحد لحد ما نتاكد ان الدقيق معانا اختفى. ايوه كده. ومعايا صينية مقاس 22، دي تقريبا 24، مدهونة بطبقة زيت خفيف. وسخنت معايا الفرن جاهز على درجة حرارة 170، وهحطها على الرف الأوسط. أيوة كده. نخبط الصينية كده خبطة خفيفة بحيث تطلع أي فقاعات هوا فيها. ويلا بينا ندخلها على الفرن. كده بعد ما طلعت خدت حوالي نص ساعة، 35 دقيقة. انا طبعا محتاجه نفس القالب ده لاني هصب فيها ال الجيلي بتاعنا بعد ما ادوبه، فمحتاجه ان الكيك يبرد بسرعه عشان اضيف فيها الجيلي. انا طبعا ما استنيتش، مفيش 5 دقايق وقلبتها عشان محتاجه نفس القالب اصب فيه الجيلي بتاعي عشان يبقى بنفس مقاس الكيكه بتاعتنا. هسيبها بقى على جنب تبرد، ويلا بينا ندوب الجيلي. هحتاج 2 باكت من الجيلي، جيلي الفراوله. ال2 باكت هياخدوا 4 كوبايات من المية، اللي هو تقريبا لتر من المية، وهدوبهم كويس جدا مع بعض بالشكل ده. وبعد ما اتاكد ان هما دابوا كويس، معايا قطعه من الموز قطعتها شرايح وحطيتها في نفس القالب اللي انا عملت فيه الكيك بالشكل ده، وهضيف عليها الجيلي. وهسيبها طبعا تستهدى خالص لان هي حاليا سخنه، وده ألمونيوم ما ينفعش يخش التلاجة وهو بالشكل ده. هسيبه حوالي ربع ساعه بره لحد ما يستهدى خالص، وبعدين ادخله التلاجة. يلا بينا نعمل الطبقه التانية، طبقه الكاستر. هحتاج